فالإنكار له فقهه وله وقته وله أهله. وقد قال حذيفة رضي الله عنه يوما لأصحابه: ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. فقال رجل من القوم: أيأتي علينا زمان نرى المنكر فيه فلا نغيره؟ قال: والله لتفعلن. قال: فجعل حذيفة يقول بإصبعه في عينه: كذبت والله ثلاثا، كذبت والله، كذبت والله. قال الرجل: فكذبت وصدق. فلا تقيس أحكام الشرع وفقه الدعوة بحال زمانك أو بحال بلدك، ولا تحكم على الناس بحكم واحد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقهه. وما خرجت الخوارج على المسلمين بسيفها